هقول لك على حاجه ناس كتير مش بتاخد بالها منها. مش كل شركه تعلن انها كسبانه تبقى فعلا واقفه على رجليها، لكن اي شركه عندها كاش فلو قوي بتعيش وتكبر مهما حصل، لان اغلب المشاريع اللي بتقع بيبقى بسبب خطا في الاداره الماليه، زي مثلا الفلوس اللي داخله ما كانتش كفايه قد الفلوس اللي خارجه، وهو ده قلب الموضوع، السيوله. ولو جينا عرفنا الكاش فلو بشكل بسيط هنلاقي حركه الفلوس الحقيقيه اللي في جيبك كل يوم، الفلوس اللي داخله النهارده واللي خارجه النهارده. واما الارباح فده رقم بيتكتب على الورق، ممكن يكون شكله جميل بس ما يكفيش حتى انه يدفع فواتير الشركه. وهثبت لك كلامي دلوقتي بمثال بسيط. تخيل انك بعت بضاعه ب 100000 جنيه والفلوس هتجيلك بعد شهرين، بس المشكله هنا انك عندك مصاريف ومرتبات النهارده. في الحاله دي على الورق انت كسبان، لكن على الارض انت معكش فلوس ومزنوق وممكن تقع. وعشان كده الشركات بتعيش بالسيوله مش بالارباح، لان الكاش فلو هو النفس اللي البيزنس بتنفذ بيه، لو وقف كل حاجه بتقف. فخليني اقول لك تعمل ايه عشان ما تقعش في الحته دي. اطلب جزء من الفلوس مقدما وراقب اللي داخل واللي خارج اسبوعيا، وقلل المصاريف اللي مش بتجيب عائد، وشيل معاك احتياطي يشيلك وقت الزنقه. وبس كده. لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.